علا غانم مفاجأة من العيار التقيل وقالت: جوزي كان بيصورني كل يوم من أول يوم اتجوزنا فيه بدون علمي، وكمان بعتلي الفيديوهات دي علشان يهددني بيها. وأضافت وقالت: جوزي هددني إن هو هيدمر مستقبلي وصورتي أمام جمهوري وقدام أولادي وهيخليهم يكرهوها، واتهمها اتهامات قاسية جدا، وقالت إنها هتقضيه على الاتهامات دي لأنها خاصة بالشرف. وقالت: من أول لحظة وأنا تحت خداع وكذبة كبيرة، سلسلة أكاذيب كل يوم بتكبر، وابتدت بشبكتي الفالصو. بعد شهر أو شهرين اكتشفت إن أنا لابسة شبكة إزاز، والتبرير: الظاهر إن جوهرجي سرقني. كلها حاجات أنا ما صدقتهاش. وقالت: أنا عاوزة أستمر وأكمل، مش عايزة أفشل للمرة التالتة، لأن مجتمعنا قاسي جدا. ولما كنت بشوفه بيعاكس بنت شقرة وطويلة كنت بقوله: انت اتجوزتني ليه؟ انا سمرة وقليلة. وقالت انها ما كانتش سعيدة على مدى 11 سنة، لكنها كانت بتحس بنوع من الاستقرار. لكن علاقتنا ساءت بعد سفرنا مع بعض لأمريكا. وقالت: أنا مشكلتي الحقيقية بدأت من شهر واحد مش من 18 سنة، لأني تعرضت لقهر وإهانة بشعة. اتعرضت لسرقة العمر وللشقة وكل حاجة عملتها في حياتي على مدار 25 سنة. مشكلتي إني عشت علاقة زوجية مش سوية، ومن سنة 2017 وأنا بحاول أتطلق. أنا دفعت تمن طلاقي أكتر من مرة، وفي 2018 دفعت نص اللي معايا في أمريكا، حوالي 80,000 دولار. دفعتهم ليه؟ علشان نتطلق. خد الفلوس دي ونزل مصر وما طلقنيش. ولما نزل مصر دخل بيتي وقال للشغالين: مدام علا لو جت محدش يفتح لها، ده بيتي أنا جايبه بشقاية وبعرقي. والشغالين هم اللي عرفوني وقالوا إن اليافطة بتاعتي اتشالت وحط يافطة باسمه. وكملت وقالت: في 2017 بعتله بيتي وأنا في أمريكا، وده من خلال توقيعها على أوراق ما كانتش مطلعة عليها. وبعد ما رجعت مصر ب10 أيام اكتشفت إنها باعت له بيتها في أمريكا، ورفعت دعوى تزوير ضده. وقالت: أنا لحد النهاردة مش عارفة أتطلق، بقالي سنتين رافعة خلع، ومن 5 سنين رفعت دعوى طلاق، وبدأت أتفاوض معاه علشان نتطلق بهدوء. كنا أصحاب، أنا ما حبيتوش بس كان في عشرة. ولما عرفت بخيانته كان في البداية بيتهمني بالجنون، علشان كده بطلت أطلع معاه، وما كانش فيه أي مشاعر بيني وبينه، عشان كده الطلاق منطقي. وفي 2022 طلبت منه إننا نتطلق، وعرضت عليه أديله حصة في الشركة بتاعتي، ووقعنا ورقة في أمريكا على إننا منفصلين. ولما طلبت منه ننزل السفارة نتطلق قال لي: أنا أسوق العربية وأنزل السفارة نتطلق؟ بس أنا مضيته على ورقة إن الأوتيل مقابل الطلاق. لكن هو قال لي إن أنا حب عمره والمطر اللي نازل من السما، وأنا أخدت على قفايا. وأكدت كلامها وقالت إن هو كان عارف بقضية الخلع من سنتين، وهددني إن هو هيشهر بيا على السوشيال ميديا لما وقفتش قضية الخلع. أما بخصوص الخناقة اللي حصلت بينهم قالت: أنا عندي 2 غفرة، واحد رفيع والتاني ضخم، والضخم بيشتغل بالليل. لقيت الغفير جايلي الساعة 2:30 الظهر بيقول لي: يا مدام، في ناس على الباب بيقولوا إنهم تبعك. رحت قمت، كنت قلقانة شوية، فقلت للغفير يصح الغفير التاني. رحت البلكونة لقيت 3 4 عربيات وناس كتير معرفهاش، رجالة وستات. ولقيت واحد نزل من العربية اسمه محمد حسين، وده بيشتغل مع جوزي. لما كان بيقابلني كان بيقول لي: يا مدام علا أو علا هانم. فجأة لقيته نازل من العربية ويقول لي: إيه يا علا، أنا جاي أنفذ أمر تمكين. وأنا كنت بطلب البوليس وأنا في البلكونة، فسمعت صوت كسر وابتديت أصرخ علشان الجيران تيجي. لقيت جوزي ومعاه 2 رجالة تانيين بيتخانقوا مع الغفرة بتوعي، وقدروا يفتحوا البوابة ودخلوا الفيلا رجالة وستات. والستات كنت أنا وظيفتهم إن هم يهجموا عليا. ولما باب الفيلا اتفتح
أمي وقعت على الأرض واتضربت بالشومة، وأنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل. وجوزي حاول يشيل الجهاز اللي بيحفظ اللي بتنقله الكاميرات الموجودة في البيت، وبالفعل عمل كده، والتليفونات بتاعتي كمان اتسرقت. ولما الشرطة وصلت الكل هرب ما عدا جوزي والمحامي بتاعه. وفي النيابة جوزي قال إن هو تم ضربه بالإزاز، وإن أمي ضربته، وتم إخلاء سبيله. بعد كده فوجئت إن العمال بتوعي بيصرخوا وقالوا إن هم اتضربوا واتطردوا من البيت، وقالوا لي إن مع جوزي حوالي 20 واحد معاهم أسلحة، وأنا رجعت من اسم الشرطة. وده الكلام اللي قالته الفنانة علا غانم أثناء لقائها مع ريهام سعيد.